ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل وصفه من الوصفات حلويات الشرقيه اللي بنروح نشتريها بقى بالشيء الفلاني، وبتبقى غاليه جدا في المحلات. فمكوناتها هنعملها النهارده، مكوناتها سهله وبسيطه موجوده في كل بيت زي ما حضراتكم شايفين كده. دي كل مقاديرها سهله جدا، وهتقدروا تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها. طبعا هي حلويات مشهورة جدا وطعمها جميل جدا جدا، وهي حلويات رموش الست. طبعا احنا عارفين ان رموش الست غالية جدا. ودلوقتي بقى المقادير معايا اهوت، يلا بقى نقول المقادير بتاعتنا. بس قبل ما نقول المقادير يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، وحطوا لي لايك، انتوا بخلين عليا باللايك، واللي بيشوفني لاول مره يا ريت يشترك في القناه وكومنت منكم حلو كده. دلوقتي بقى معايا 2 كيلو ونص من الدقيق. 2 كيلو ونص ايه، كوبايتين ونص من الدقيق. ومعايا نص كوبايه من السميد او دي البسبوسه او دي سيمولينا. معايا نص كوبايه من السمنه. ممكن تعمليها نصها سمنه ونصها زيت زي ما انا عملتها كده. يعني انا حطيت بقى ايه نص سمنه، وحطيت كمان حوالي 3 4 معالق من الزيت، ومعايا نص كوبايه من السكر البودر. ولازم السكر بيكون بودر معانا علشان ما يخرصش العجينه بتاعتنا، وفي نفس الوقت يدوب معانا كده واحنا بنعمل العجينه بتاعتنا. ومعايا بقى بيضه وبيض بيضه، ومعايا طبعا ظرفين من الفانيليا ومعلقه من البيكنج باودر، ما نكترش البودر علشان الحلويات بتاعتنا ما تفرش. ودلوقتي هنعمل الشربات بتاعنا. حطينا دلوقتي كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من الميه وعصره ليمونه، وهنحطهم على النار مع ونحط كمان كيس فانيليا. واول ما السكر بتاعنا يغلي يا دوبك كده حوالي دقيقتين 3 كده نلاقي السكر بتاعنا خلاص داب. هنقفل عليه، واحنا عايزين السكر بتاعنا يكون عامل زي الميه بسكر كده، مش عايزينه شربات تقيل. طبعا دلوقتي انا حطيته بقى على النار اهوت، هحط له عصره من الليمون وهسيبه يغلي حوالي بالظبط دقيقتين 3، وبعد كده هطفي عليه. معايا بقى بولة كبيرة او طبق كبير. اول حاجة هنزل بالسمنة بتاعتنا اللي هي نص كوباية من السمنة، وعليهم 3 معالق من الزيت او 4. وهقلب بقى السمنة بتاعتنا طبعا تكون بدرجة حرارة المطبخ زي ما انتم شايفين كده، يعني ما تكونش سايبة وما تكونش مجمدة قوي. وهنضربها بقى بمضرب اليد وكده لحد ما نخليها زي الكريمة، مش كريمة قوي يعني، بس هنعمها يعني الحبيبات اللي فيها دي تنعم. بعد كده بنزل عليها بنص كوباية من السكر البودر. وطبعا البيضة وبيض البيضة احنا هنركن الصفار لوحده على جنب كده، عشان هنستعمله بقى ايه واحنا بندهن الحلويات بتاعتنا. اما هناخد بيضة كاملة بالبياض بتاع البيضة التانية. اللي وصل لحد كده ما تدخلش عليا باللايك، انتوا مخلين عليا باللايك جامد وما بتحطوليش كومنت كده منكم حلو يشجعني. فبالله عليكم كده ما تبخلوش عليا باللايكات يا جماعه، حطوا لي لايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، وانا عايزاه يوصل لاكبر عدد من الناس. عايزين القناه بتاعتنا تكبر، فبالله عليكم كده دعموني وقفوا جنب مني. مش عارفه ليه انتوا كسلانين خالص خالص عني. والله اللايك ما هيدفعكم حاجه ولا يعني بتهيألي كمان المشاهده هي اللي بتكلفكم، لان المشاهده بقى بتستخدموا نت انما اللايك ما بيكلفكوش حاجه. فبالله عليكم حطوا له لايك يا جماعه، يعني اللي يشاهد الفيديو يحط لي لايك، ما تبخلوش عليا باللايك. فدلوقتي بقى نزلت بالبيضه وبياض البيضه، ونزلت في ظرفين من الفانيليا. وهقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، يعني هقلب السكر مع السمنه مع البيض مع ورقتين الفانيليا، وهقلبهم اول لحد ما ادوب كله كده مع بعضه. وبعد كده بقى بنزل بكوبايه الدقيق اللي هو السيمولينا او الدقيق البسبوسه او الدقيق السميد. ده كده دي كوبايه من السميد اهيت، نص كوبايه من السميد اللي هو دقيق السيمولينا يا جماعه او دقيق البسبوسه. بيبقى بنجيبه كده سايب من عند العطار. خلاص بقى انا دوبت كله مع بعضه. معايا بقى كوبايتين من الدقيق. هنزل طبعا بالدقيق بتاعنا تدريجيا، مش هنزل كله مره واحده. هنزل بقى بمعلقه صغيره كده من الملح عشان تظبط الطعم معايا، وهنزل بمعلقه دي طبعا مع رشه ملح. هنزل بقى بمعلقه صغيره كده، يعني معلقه الشاي بالظبط كده. هنزل بها هنزل بقى بمعلقه على من معالق الشاي اللي هي الصغيره على الحاجة ديت، بتاعتنا. هنزل بها بيكنج باودر ويعني نصها كده ايه ملح عشان يعادل الطعم.
طبعا السكر بتاعنا خلاص غلي اهوت، وانا دلوقتي حطيت عليه غطا علشان الغطا ده فيه فتحة. الفتحة ديت بتطلع البخار، وفي نفس الوقت علشان السكر ما يبقاش على جدار الكسرولة بتاعتي او الحلة، علشان ما يسكرش معانا زي ما بوريتكم كده. تغطوه علشان لو مش عايزين السكر يعني يسكر منكم، غطوه بحلة، والبخار ده بينزل كل السكر اللي هو رذاذ السكر اللي بيبقى على جدار البولة بتاعتنا. بعد كده بقى برجع لوصفتنا، وبنزل بقى بالدقيق بتاعنا تدريجيا. زي ما قلت لكم كده، انا معايا كوبايتين ونص من الدقيق. هنزل بهم تدريجيا علشان ممكن العجينه بتاعتنا تحتاج تاخد الدقيق كله، ممكن ما تاخدهوش. وزي ما انا قلت لكم اهوت، عشان انا نزلت بالدقيق تدريجيا، فضل معايا حوالي برضو معلقتين من الدقيق. يعني خدت كوبايتين وربع من الدقيق، وفضل معايا اهوت الربع التاني بتاع الكوبايه، يعني دول يعملوا معلقتين كبار. فما تنزلوش بالدقيق مره واحده، انزلوا كده بيه تدريجيا. والعجينه بتاعتنا ملمسها كده عامل زي شفت عجينة البسكوت بتاع العيد، اللي هو بسكوت النشادر كده، بتبقى مفرولة كده، وفيها طبعا انت لما بتلميها ما بتشققش معاكي. وطبعا هجيب بقى صاجة كده وهعمل فيها. طبعا لقيت الصاجة هتبقى صغيرة ومش هتاخدها كلها، فنقلتها في الصاجة ديت. وبصبحهم زي صوابع الكفتة كده، وبضغط عليهم بصبعي علشان اعمل رسمة العين، او بالشكل ده كده. انا عملت معاكم 3 صوابع اهوت علشان خاطر اعملها اوريكم يعني الشكل ازاي. وطبعا احنا كلنا عارفين الشكل اللي هو متعارف عليه رموش الست. فهعمل بقى شكلين 2. هعمل اللي هي شكل العين، وهعمل اللي هي المدورة. وطبعا هخلص بقى كله، انا وريتكم اهوت. هخلص بقى بقيه الكميه مع نفسي وهرجع لكم تاني. ودلوقتي بقى دي الكميه اللي طلعت من الكوبايتين ونص دقيق. كميه حلوه محترمه جميله. وطبعا انا جبت بقى البيضه اللي هي الصفار بتاع البيضه اللي احنا خدنا البيض بتاعها. حطيت عليها ظرفه من الفانيليا عشان طبعا الزفاره. وبعد كده بقى دهنتي بيها الرموش بتاعتنا. وبعد كده باجي بالشوكة وبخططها علشان تطلع معايا بقى ايه التخطيط اللي احنا عارفينه. وديت بقى الصينية اللي انا عملتها العيون ديت كده عملت شكل عيون وشكل اللهم صل على النبي. هو المفروض ده يبقى قبل المقطع الاولاني، بس هي بقى ايه يعني المقطع اتغير طبعا. يعني المفروض المقطع اللي هو عدى ده هو كان المفروض يبقى بعد ده. طبعا اهوت انا حطيت عليها فانيليا وهدهنها بقى، وهحطها في الفرن على درجة 180 في الرف الوسطاني في الفرن بتاع البوتاجاز. وهسيبها بقى كده ايه تستوي من تحت. وبعد كده ما تستوي من تحت كده والقعر بتاعها يتحمر، اطلعها فوق تاخد بقى ايه الوش التحمير ده. طبعا ديت الشكل النهائي اهوت. طبعا هي بس يعني اتحمشت مني شوية، ولكن طعمها جميل وطلع زي الفل متحمرة من فوق ومن تحت. والسكر بتاعنا بقى بارد وهي سخنة. ونزلت عليها كده بقى سقيتها بالشربات بتاعنا. وطبعا دي كان الصينية التانية لسه في الفرن، انا بقى دي طلعتها الاولانية، ودي كانت في الفرن لسه. فلازم يكون الشربات بتاعنا يكون بارد والرموش تكون سخنة. وطبعا زي ما انتم شايفين الشربات بتاعنا اهوت شربات كده خفيف مش تقيل. وطبعا انا بوريكم اهوت بقلبها لكم على ظهركم على ظهرها. بوريكم كده واخده تحمير من فوق ومن تحت جميله جدا ودايبه دوب. وتحسي كده ان انت بتاكلي بسبوسه ماسكه نفسها بس، وفي نفس الوقت مفروله كده معاكي ودايبه دوب. طعمها جميل جدا وتحفه. وبكوبايتين ونص من الدقيق عملنا، ومع نص كوبايه من السميد عملنا احلى طبق حلويات رموش الست اللي بنشتريه غالي من المحلات. سهل جدا وبسيط وامكانياته يعني في متناول الجميع. اتمنى طبعا هنرصهم بقى في الطبق بتاعنا اهوت طبق التقديم. كده بقى عملت كده اللي هي رسمة العين، وبعد كده عملت العيون وعملت العين. شكلهم جمال جدا وتحفة. عايزة اقول لكم بجد بجد طعمها رهيب وتحفة. ويعني شوفي بقى من كوبايتين ونص عملت الكمية الحلوة الجميلة ديت، شكل وطعم. لو انت بقى عايزه حبيتي تاخديها هديه لحد عندك ضيف بقى وعايزه تطلعوا لها حاجه بجد تشرف كده وجميله. انا طبعا كنت حاطه اللهم صل على النبي
فستق، لا مش فستق، لوز، وكنت حطها بقى عليه فهو ده اتحمش شويه. او مثلا سوداني لو عندك. فانا كان عندي بقى اللوز ده وحطيته ليه في قلب العين كده. بجد عايزه اقول لكم دايبه وطعمها جميله، وهتحسي انت بتاكلي كده بسبوسه كده، شايفين؟ بجد بجد طعمها تحفه. فشكرا ليكم، شكرا لاستماعكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والشير، واشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.